طبعا اليوم تحدي نجم الإملاء، قطع غصن من شجرة. من قبل أحد الأطفال. قطعة شطيرتها. طيب نبدأ مع عبد الملك. قطع غصن من شجرة مزهرة من قبل أحد الأطفال. رمي إحدى الطالبات قطعة من شطيرتها في فناء المدرسة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 من 18. ما شاء الله ممتاز. كفو يا عبد. إذا ما شاء الله العلامة الكاملة أول واحد ما شاء الله تبارك الله عبد الملك. بس بنشوف الآن مين كمان معاه. أوكي. عصراني بقى. 13. طبعا ما شاء الله اللي وصلوا إلى النهائي حصلوا على العلامة الكاملة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الآن راح نعرف مع الأستاذ عبد الله المرشد الطلابي ومعلم اللغة العربية من الذي سيحصل على نجم الإملاء في هذا اليوم. يعني الآن أنت بدون حركات تعال هنا، تعال كذا على جنب، يلا خلاص خليك على جنب. طيب أستاذ عبد الله الآن الأوراق كذا عندك، تفضل شوف الأوراق. الحركات اي الحركات خط اليمين يعني. اي بعد قليل سنكون على موعد مع صاحب الكأس. طبعا راح نكرمه كمان متى قدام الطلاب ونحط عليه اسمه، يستاهل. طيب استاذ عبد الله الآن سيحدد المركز الأول في التحدي. يا ترى معلش استاذ عبد الله يعني القلم والمرسام عادي؟ يعني عادي، اهم شيء الخط الاجمل فانت اللي تشوفه يعني. استاذ عبد الله في المرحله الختاميه الان سيحدد من يا ترى سيكون صاحب الحظ السعيد. والله يا اخي احترت ما بين. ها يستاهلوا الاثنين مثلا؟ ها ايش تقول؟ إذا الفائز بنجم الإملاء عبد الملك. عبد الملك ما شاء الله يستاهل. كلكم تستاهلوا أبطال والله. انتم ممتازين والله. كلكم أبطال ممتازين. لكن الخط أوضح يعني. معلش. ما شاء الله. ألف مبروك. شكرا أستاذ عبد الله. تحياتي. شكرا لكم. الله يسعدك. شكرا لك. ما أدري.